الحلقة الأولى من سلسلة رمضان، أدوية الضغط العالي. يا ترى بنتعامل معاها صح؟ بتحس بهبوط وتعب طول اليوم في رمضان؟ ممكن جدا يكون السبب هو ميعاد دواء الضغط. قبل ما نبدأ يا ريت نعمل لايك وشير ومتابعة للصفحة عشان الكل يستفيد معانا. وركزوا معايا، مش كل أدوية الضغط زي بعض خالص، ودي نقطة مهمة قوي. القاعدة العامة بتقول إن الدواء اللي بيتاخد مرة واحدة ميعاده الأنسب بعد الفطار. لكن المصيدة الحقيقية لو الدواء بتاعك فيه مضر للبول، هنا الكلام بيختلف تماماً. مضر البول ده ببساطة بيخلي الجسم يتخلص من المية والملح الزيادة في الجسم. فتخيل تاخده على السحور، هيجيلك جفاف وإرهاق رهيب طول فترة الصيام. طيب والمشكلة التانية، لو الضغط نفسه بيوطى مع الصيام، إيه الحل؟ في الحالة دي ممكن جدا نحتاج نعدل جرعة الدواء نفسها مخصوص لرمضان. دورنا نلاحظ أي دوخة أو تعب، ودور الدكتور إنه يظبط الجرعة والتوقيت صح. وعشان كده في قاعدة ذهبية واحدة ومفيش غيرها لازم كلنا نمشي عليها: ممنوع منعا باتا تغير أي حاجة في دواك لوحدك، لازم ترجع لدكتورك الأول. شاركونا دلوقتي في الكومنتات كل واحد بياخد دواء ضغط اسمه إيه. استنوا حلقتنا بكرة، هنتكلم عن أدوية السكر في رمضان، موضوع في منتهى الأهمية. وفي الآخر ما تنسوش اللايك والشير والمتابعة عشان تتابعوا السلسلة كلها معانا.